اغلى واحلى شوكولاته وممكن تجربوها، عملتها في البيت بكل سهوله. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. تجهيز الحشوة: عندي كنافة مقطعها صغير قوي، دول اقل من ربع كيلو، بحمرهم في زبدة او سمنة زي ما تحبوا لحد ما اوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بحط الكنافة في بولة وهي سخنة كده، بنزل عليها بزبدة الفستق. المقدار ده خد معايا 3 معالق من زبدة الفستق. انتوا حطوها بالتدريج لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بتبقى الاول سايلة كده، ولما بتبرد الكنافة بتمسك شوية. بجيب نوع كويس من الشوكولاتة بالحليب، لكل 100 جرام شوكولاتة بضيف معلقة كبيرة من الزيت واسيحها بقى في الميكروويف او على حمام مائي، واوزعها كده في القالب واخبطه كده عشان اطلع اي هواء. احطها في التلاجة تمسك، وبعد كده انزل عليها بالحشوه اللي احنا لسه مجهزينها. والاحسن ان احنا نحطها في التلاجة تاني عشان الحشوه تمسك عليها اكتر. وبعد كده بنزل بطبقه تانية من الشوكولاته وبرده بحطها في التلاجة. ولو في اي زيادات كده من الشوكولاته ببتدي ان انا اكسرها بالسكينه علشان شكل القالب يبقى حلو. وبس كده جهزنا اغلى نوع شوكولاته واحلى نوع شوكولاته، هتدوقوه خطيره ورهيبه يا جماعه، لازم تجربوها.